السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندكم الاطباق دي اوعوا ترموها. تعالوا بقى نعيد تصنيعها، حاجة جميلة جدا. الاطباق دي يا حبايب قلبي، في بداية الفيديو كده لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك بالقناة مطبخي مطبخ انا عبده. دوسوا الكل يا حبايب قلبي عشان اي وصفة توصل لكم. نورتوني، الجديد نور والقديم منور، وكل الناس الحلوة اللي معايا نورني والله بتعليقاتكم الجميلة والكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها. معانا كده الطبق ده هنقصه النص كده يا حبايب قلبي. الورق اللي هو الفويل اللي هو بتاع الكشري، اللي هو الطبق اللي بنجيب فيه الكشري، انا ما رميتهمش. هرميهم ليه طالما هينفعوني؟ دي يا حباب قلبي القوالب بتاعه الكب كيك، ان شاء الله هنعمل لكم فيها كب كيك. فانا بقول لكم يعني المعلومه، اي حاجه بقولها لكم بنزلها لكم، بحبكم تشاركوني فيها. هنعملوا اطباق يا حباب قلبي اللي هي اطباق الكب كيك. تمام، هنحط فيها الكيك اللي بتشتروه من بره جاهز، وانتوا يعني اطفالكم رايحين المدارس هياخدوا فيها، بتشتريها من بره غاليه جدا يا حبايب قلبي. هنعملها في البيت وهتبقى جميله جدا. النهارده الفيديو بتاعنا ان احنا نعمل ديت، وان شاء الله ننزل لكم فيديو نعمل الكب كيك فيها. بصوا كده يا حبايب قلبي، هنلف نجيب الحرف على الحرف كده زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، وهنلف كده الحرف على التاني. الطبق بيتعمل اتنين، عملت من الطبق من الثلاث طباق ست اطباق. الثلاث طباق ست اطباق، لان انا بقص الطبق النص. ما تنسوش اللايك يا عسل، حط لايك يا عسل وقولوا لنا رايكم في فيديو العسل دي يا عسل. حبايبي واخواتي في الله، هنلف بقى الطبق كده يا حبايب قلبي. احنا بنشتري الطبق ده من بره قد كده ب10 جنيه. من كوبايتين دي هنقدر نعملهم ان شاء الله، وهوريكم الفيديو وهجيب لكم الفيديو كامل ان شاء الله عن الكيك كب كيك الجميل العسل. وهنسوي في الاطباق ديت وهتشوفوا معايا. بسم الله ما شاء الله. باذن الله الفيديو الجاي هسوي لكم فيه باذن الله. بصوا يا حبايب قلبي، انا بقفل الطبق من الجناب كده اهوت، قوالب اللي هي القوالب بتاعه الكب كيك. تمام، وتطلع معانا زي العسل. نصب فيها الكيك. بصوا يا حبايب قلبي اهي جميله جدا، وحاجه اقتصاديه ومن البيت، بدل ما نشتريها من بره حاجه في البيت كده ونعيد تصنيعها وتبقى معانا زي الفل. بسم الله ما شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هنجيب الحرف كاننا هنعمل قرطاس كده. بصوا هنجيب الحرف نتنيه كده. بصوا انا بوريكم، بصوا كده، ونلف كده نلف زي قرطاس كده، وبعد كده هنقفل حرف على الحرف. وبعد كده هنقفل من تحت القاعده اللي هي هتقعد عليها القاعده. بصوا القاعده من تحت هنتني من تحت ونساوي. بصوا ونضغط عليها عشان تبقى ايه، ثابته لما نيجي نعمل فيها الكيك. تمام زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. ان شاء الله اعمل لكم احسن واجمل واطعم كب كيك في العالم. جميل جدا، يا ريت يعجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله لازم مش تنسونا في اللايك بردك. الفيديو ده بس النهارده عن الاطباق بس. تمام، زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي اهوت. ونسوي فيه بقى يبقى جميل معانا، اقتصادي وجميل وزي الفل يا حبايب قلبي. اهي انا بس اهم حاجه اسوي القاعده عشان لما اجي احطه يثبت، يبقى فيه ثبات لما احطه في قلب الصينيه. يعني ليه نشتري الغالي وعندنا الرخيص؟ نحطه في الصينيه وهنسويه ويطلع معانا كب كيك، احسن كب كيك في الدنيا. تمام، جميل جدا يا حبايب قلبي. يا ريت كده لو وصلتوا لحد هنا يا عسل حطوا لايك وقولوا لنا رايكم في الحاجه العسل ديت. عملنا اطباق من ما فيش، عملت هنا 6 اطباق، واطباق حلوه وجميله كده ومتوسطنه، يعني مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، زي العسل كده اهيت. زي ما انتم شايفين في الفيديو كده يا حبايب قلبي. وزي ما قلت لكم عملت من ال3 اطباق 6 اطباق. تمام، لاني قصيته وكل طبق عملته 2. كل طبق من الاطباق اللي هي الفويل دي عملت 2. تمام، هنجيب الحرف على الحرف كده، عايزيننا بنعمل قرطاس اللب قرطاس. نجيب الحرف على الحرف كده ونلف، وبعد كده هنتني وهنظبط القاعده اللي هي من تحت، وهنلف كده زي ما انتم شايفين. هنلف كده، الله اكبر. ونحاول نسوي بايدينا بس اهم حاجه القاعده عشان لما نيجي نحط فيه الكيك يبقى معانا ما يميلش لا يمين ولا شمال، يبقى عنده ثبات كده يثبت في قلب الصينيه. ما احنا مش عندنا السيليكون اللي بتحط في قلب اللي هو الكب كيك، بس احنا بقى نتصرف بقى. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف نعمل حاجه ايه جميله جدا زي ما انتم شايفين. الله اكبر. يا ريت كده لو حاز على اعجابكم الفيديو اعملوا لنا لايك. اللايك بيرفع الفيديو يا حبايب قلبي. بحبكم في الله، كل متابعين مطبخ قناه عبده، كل حبايب مطبخ قناه عبده. انا بحبكم في الله، والله انا بتبسط من كومنتاتكم الحلوه وكلامكم الحلو. دمتم في حياتي نعمه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وبخير. اهو زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، انا بعمل الكميه كلها. هي عملت 6، ولو عندكم اكتر ممكن تزودوا. كل ما تكون في قلب الصينيه ملزلزه لبعضها، يعني جنب بعضيها، بيثبتوا بعض اطباق بتثبت بعضيها.
اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. بصوا هقص الطبق نصين، ده الطبق الكبير يا حبايب قلبي. عارفين انتوا الطبق الكشري اللي هو ب30 جنيه الكبير، احنا خدناه واستعملناه وقصينا نصه كده اهوت، وخدنا الطبق اتنين زي ما انا قلت لكم. هنجيب الحرف على الحرف كده كأنه قرطاس، وبعد كده هنتني الحرف على الحرف ونعمل وهنظبط القاعدة من تحت عشان لما يبقى عندها ثبات كده واحنا بنحطها في الصينية. بصوا يا حبايب قلبي اهيت حاجة كده والله العظيم جميلة. ليه نشتري الغالي واحنا في ايدينا نعمل الرخيص؟ وحاجة جميلة جدا تعملوا لاولادكم وهم رايحين المدرسة كده. ان شاء الله هنزل لكم فيديو وانا بسوي فيه الكب كيك العسل اهوت. حاجة اقتصادية ما نشتريش من بره. لو عندكم حاجة عيد تنفع يعني احنا نعيد استخدامها، ممكن نعيد استخدامها ونعملها من ما فيش اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله والله اكبر اهو. اهم حاجة احنا نسوي عشان لما تيجي يبقى القاعدة ثابتة، ما تجيبش يمين ولا شمال، تبقى ثابتة معانا اهي. عملنا يا حبايب قلبي كده اهو. انا كل ما احطها لازم اسويها عشان تبقى معانا متظبطة اهي. شفت مش بتعجبني باجي اعدلها تاني اهي. ليه بقى؟ عشان تبقى ثابته في قلب الصينيه ما نيجي نحط فيها الخليط بتاع الكيك يبقى جميله معانا كده وزي العسل اهي. هي مش بتعجبني بروح جايه عدلها وظبطوها لحد ما تبقى معانا زي العسل. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي حطوا لايك للفيديو وقولوا لنا رايكم في الحاجه العسل ديت. وكل سنه وانتم طيبين ومن ربنا قريبين. زي ما انتم شايفين كده معانا الصينيه انا بقول لكم اهوت. ان شاء الله الفيديو هنزله لكم وان شاء الله هنسوي فيهم هنزله لكم. بصوا كده يا حبايب قلبي اهوت. عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا عملت ده فيديو وهنزله لكم ان شاء الله نسوي فيه وهتشوفوه معايا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. هنخلص الكميه كلها بنفس الطريقه تبقى جاهزه معانا، وهتشوفوا معانا ان شاء الله الفيديو الجاي التسويه فيه. بسم الله ما شاء الله جميل جدا وحلو. يعني اطفالكم لو هم رايحين المدارس الاطفال ياخدوه معاهم من المدرسه، يحطوه في اللانش بوكس كده ويبقى جميل بدل ما يشتروا من بره مش ضامنين اي حاجه تتعمل بره، ايديهم مش نظيفه حاجه كده يعني ايه. بصوا خافوا على صحه عيالكم كده واعملوا الحاجه ديت في البيت. اقل حاجه انتوا بتضمنوها وتبقى حلوه معاكم. اهم حاجه نلف ونساوي ونجيب الحرف على الحرف تبقى معانا اطباق زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهي. لو لقيتوا حاجه مش متساويه انتوا تقدروا تسووا. بصوا كده عملنا الكميه كلها اهو ما شاء الله الله اكبر. جميله جدا يا حبايبي ما شاء الله اهي. يا ريت مش تنسونا في اللايك بقى يا حبايبي. انا بس بطلعهم من الصينيه واوريهولكم ان هو ثابت، يعني انا ثبته خلاص مفيش حاجه مفيش مشكله. وعملنا الكميه كلها اهيت تبقى جاهزه معانا في اي وقت نقدر نعمل فيها الكب كيك بتاعنا. احسن كب كيك ان شاء الله. انتظروني بقى الفيديو ان شاء الله هنزله لكم حبايبي واخواتي في الله، بحبكم في الله. زي ما انتوا شايفين كده حاجه كده من الاخر والله العظيم عسل عسل كده. بصوا من غير حاجه ولا اشترينا حاجه وكلها من البيت. كل حاجه عندنا في البيت يا حبايبي اهي تنفع وكل حاجه ليها عوزه. جميل جدا اهوت عسل كده. مش شرط ان احنا نجيب الرسمه ونجيب الطبق اللي بنصب فيه. جميله جدا يا حبايبي. نصهم في الصينيه كده يبقوا جاهزين معانا. انتظروني كده ان شاء الله هنزل لكم باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده تبقى جاهزه معانا زي العسل كده اهي. حابين تزودوا الكميه مفيش مشكله اهي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي جميله جدا ما شاء الله جاهزه على التحضير. دمتم في رعايه الله. مش تنسوا اللايك بقى.